إياك أن تظن أن الله تعالى سينساك أو أن الله تعالى سيتخلى عنك. اعلم يقينا بأنك إن كانت الآخرة همك فإن الله تعالى سيأتيك بدنياك وبرزقك إليك. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله بخير ودايما بصحة وهنا وراحة بال. طبعا هنقطف الزغاليل عاد زي ما متعودين معانا. بسم الله ما شاء الله. هربي بقى ونعرف تربية الحمام ايه، وهنستفاد بقى بالفيديو. هقول لكم بقى بصوا، اللهم صل على النبي. الاوزان اهو، هو في صغير انا طلقاه اهو، بس عايزه اقول لكم على حاجه. شايفين البيضه اللي هناك دي؟ عايزه اقول لكم على حاجه. التربيه ان شاء الله البيتي ما فيش احلى منها ولا اجمل منها، تبارك الله. اهو نشوف بقى. بسم الله ما شاء الله. يلا بقى قبل ما ندخل ولا نتكلم، هندخل بقى في بداية الفيديو وكومنت حلو ولايك، ونشوف بقى ايه جمال بقى ايه الحمام والفراخ ايه نظام، ونرجع تاني باذنك يا رب. احنا دلوقتي خلاص اهو بنبدأ نرمي مشويات الغلة. بسم الله ما شاء الله. وهنشوف بقى التربية. قولي لي رأيك ايه في كومنت، ما عادي يعني. اللهم صل على النبي. قولي لي تمام، مفيش حاجة تزعل طول ما تربية البيت بتبقى بيتي وحاجة سهلة ان شاء الله. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. فيها وفر والله وجميلة جدا. ونصيحة بقى، الحمام بياكل اي حاجة. الحمام بياكل من العيش بقى، من كل حاجة، ما بيقولش لا. يديني اي عيش، تفيلة عيش، بواقي الصينية، عباية غلة، والله ما بيقولك لا يا جماعة. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هيبقى معاك زي العسل. وكل ما ياكل معاك، بصوا صغير ده، كل ما ياكل اكل بيت كل ما بيديكي حلاوة وجمال ان شاء الله. هنذبحهم مع بعض ونشيكهم كده ونشوف ربنا ايه رزقنا بايه ان شاء الله. اهو بصوا، اللهم بارك. هتقولوا لي في كومنت رايكم ايه يا جماعه، وقولوا لي بقى انت رايك ايه في الذبح لما يكون حجمه قد ايه، بيبقى طعمه طعم كده وحلو، بيبقى صغير ولا بيبقى كبير؟ لما ناس بتخلي كبير، انا بقول كبير بينشف، بقول كبير بينشف، صغير بيبقى ايه وحش، قصدي بيبقى حلو مش وحش، بيبقى حلو جدا. طيب جيت النهارده الصبح بديله شويه عيش، بعد العصر بديه شويه غله قمح معذوره. هوريكم دلوقتي الغله انا بديهم ايه، وقسما بالله رجع الفيديوهات بدقولهم لو ايه بديل الغله. العيش المدقوق يا جماعه، العيش المدقوق بواقي الصينيه، تفلانية الصينيه، بيبقى عسل عسل عسل. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. بص الغله اهو، دي غله قمح معذوره صفراء. عندها تدي دورة غلة عويجي، حلوة دي، اللي هي عاملة زي البيلي كده وبيضة. دي بتخلي عنقود الحمام بيحمم معاكي، بتاع الحمام بيبقى عسل والله يا جماعة، بيبقى عسل 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 تبارك الله. والكلام ده أنا بقولك عن تجربة، مش بقولك كده وخلاص. اهو اللهم صل على النبي. شفتي؟ اللهم صل على الجوز ده هنذبحه في جوز تاني صغير. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اهو ده بيض اهو. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. ودي بيضة يا مساء. ربنا يرزق وربنا يعوض ويكرم ان شاء الله. اللي بيعض ده ذكر. اللهم صل على النبي. اهو بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اهو اللهم صل على سيدنا محمد. اهو تعالى بقى هتلفها كده اهو، اتلفيته. ونشوف بقى الجمال بقى ونسمي الله ونقول بسم الله حلال الله اكبر. فجرت له اهو. كل ما يكون صغير بس ملحم بيبقى جميل جميل، بيتاكل بعضه. كبر معاك وبيجي كده كبير شويه يبقى نشف كده، بيبقى ناشف العظم بتاعه ما بيتاكلش، بتاكل الحمام كده وبس.
اللهم بارك. اهو اهو، سمي كده وصلي على الرسول. واهو الحمام بتاعنا، وبعد ما نذبح نقول حلال الله اكبر. الحاجة تذبحي قولي حلال الله اكبر. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. برشلهم رشه اهو عشان يتعود على المكان ويبقى جميل ان شاء الله. ايه رايكم قاعد في الحمام بتاعي؟ بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. اللهم صل على النبي. اهو اللهم بارك. شايفين اهو. اللهم صل على النبي. عادي يلا كتبيلي في كومنت رأيك ايه، وقوليلي بقى رأيك في التربية وفي الأكل. وعادي احنا بناخد معلومات من بعض وبنسعى بعض، بس والله العظيم ما بكذب عليكم، كله عن تجربة. اللهم بارك. يا رب كده الفيديو عجبك، وربي بقى مصري مع كينجي مع رومي مع بلدي وجويزي دي ودي ودول كل طعام الحمام جميلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله.